رايح مكان يا جماعة الآن متحمس له، وإن شاء الله تعالى بتشوفونه بعد شوي. توكلنا على الله. المكان اللي أنا فيه هذه نسخته الثالثة. أبيك تستوعب أني دخلت الآن شفت قدامي دبابات، طيارات، غواصات، مدرعات داخل المكان. وش وضع المكان هذا؟ أكثر من 70 دولة في هذا المكان تستعرض معداتها العسكرية المتطورة، صفقات توصل إلى مليارات الدولارات، تبادل خبرات. بناخذ جولة مع بعض بنشوف إحنا وين، بتستوعبون الكلام حقي حبة حبة. طيب شوف لي المنتج هذا اللي قدامك، ركز لي. هذه هليكوبتر يا جماعة يمكن 1.5 متر، زين؟ مروحياتها مش فوق. ليه يا أحمد مش فوق؟ اسمع مني. يقول لك اللي فوق هذه تعتبر زي القاذفات، مخصصة الهليكوبتر هذه للأبراج والحرائق. لا سمح الله صارت حريقة في برج، كيف تحل الموضوع هذا؟ كيف تعالجه؟ هذه تعالج لك بعد الله أكيد. تطلع الطيارة هذه، في عندك اللي بالنص هذا ليزر، الليزر هذا يكسر القزاز، واللي تشوفها يمينك ويسارك هذه قاذفات، ترمي زي البودرة تخمد لك النار بمشيئة الله. طبعا في أنواع، في هذا النوع اللي وريتكم إياه، في برضو النوع اللي هناك، هذيك تعتبر للإنقاذ. لو تلاحظون فيها مقاعد وراء، ما في شيء فوق. شيك الجديد قوة 2026 لوسيد جرافيتي. هذه المركبة يا جماعة الخير تم تدشينها مع المعرض. خلوني أعطيكم نظرة سريعة يا جماعة على المركبة هذه اللي ملخصة كل الشغل في الأيباد هذا، وفيها مميزات مرعبة. أول حاجة، الآن المركبة هذه كاميرا 360 درجة، أي بمعنى يا أبو حميد اللي تتابعني، لو في مركبة مرت من يسارها سارقة لا سمح الله عليها بلاغ، تلقائيا السيارة هذه ترصد اللوح وتعطيك برنت ايش اللي عليها وش اللي ما عليها. بالإضافة إلى أن الآن ما عاد صار فيه أزرار وأشياء كثيرة. لو تلاحظ الأيباد هذا فيه زر للسفتي على طول، زر الميكروفون من نفس الجهاز، تضغط تخلص أمورك. يوجد أيضا يا جماعة نعم لايف، بث مباشر للمركبة، وانت في مركز العمليات تقدر تتابع المركبة وهي وين رايحة، تحتاج دعم، تحتاج أي مساعدات. تطور مرعب. هذه البوابة لها اسم، ما عاد تحتاج جوازك. يقول لك البوابة اللا تلامسية، عن طريق انك تمرر يدك تفتح معاك تلقائي. موجودة الآن ومطبقة في خليج نيوم. تفضلوا الله يحييكم. أبو أوريكم يا جماعة حل مستقبلي عند وزارة الداخلية. بناخذ معاكم سيناريو كذا واحنا نسولف، زين؟ سيناريو، خلنا نقول انها صارت حريق، صار حريق. ركز معي. الحريق لنفترض ان في اي جهة حكومية، في اي مبنى حكومي، تلقائيا بيجي اشعار للمركز القيادي نفسه انه في المكان هذا في حريق، يطلع عنده اشعار الاطلاق، يسوي اطلاق. تذكرون اللي وريتكم اياه، الهليكوبتر اللي تطلع وتروح، يحسب لك الوقت على ما توصل للموقع. تقلع الهليكوبتر ويعطيك زمن الوصول، ويعطيك تفاصيل كاملة اللي تحتاجها حتى تنتهي المهمة بالكامل. بتوفر عليك الوقت، دقة بالقرار، وحفاظ للموارد البشرية. بإذن الله هذه من الحلول المستقبلية اللي بتشوفونها عند وزارة الداخلية. وصلنا للثقيل يا جماعة. هذه المركبات هي مركبات وزارة الدفاع، الجيش. نعطيكم رؤية بسيطة على الأشياء اللي موجودة هنا. عادل العنسي، موقعها الآن اسمه موقع سائق الدبابة. الدبابة يا جماعة الخير اللي تشوفونها قدامكم هذه تبع وزارة الدفاع، الجيش، تشيل 4. هذا موقع سائق الدبابة. اللي فوق هو موقع قائد الدبابة. طبعا الشكل يا جماعة أنا توقعت دبابة كبيرة، بس بالحجم هذا المهيب شيء مرعب. قواهم الله.
القوات الجوية الملكية السعودية. بسم الله المعين. نعم عزيزي المشاهد، الاف 35 الطائرة الشبحية أمام عيني. الصدمة وين؟ راح نركبها الآن. بسم الله. لا لا لا، هذا اللي أشوفه مستحيل. هاي. How you doing? I'm good, thank you. يا جماعة كان يستير؟ Please do. أنا بركب الاف 35. Stand right on the seat there. اوكي. بسم الله. لا مستحيل. الظاهر اني في حلم يا جماعه. انا راكب الاف 35 ورب المصحف اني راكب الاف 35 يا بشر. هذه هي والله انها هي.